كل هذا من العالم، جزء من العالم. إذا تقول تقول في نفسك، يعني كي يقول الشخص في نفسه: الكتابة لا بد لها من فاعل، والبناء لا بد له من فاعل، والكتابة والبناء جزء من هذا العالم، فهذا العالم نتيجة، فهذا العالم بالأولى لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه بوجه من الوجود. jelas? Dalil akli ijmali. Ya, jadi dalil akli tadi yang sudah beliau jelaskan adalah beliau memberikan contoh dalil akal tadi, bukti rasional bahwa Allah itu pasti ada adalah ketika seseorang berkata dalam dirinya tulisan. Namanya tulisan gak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menulis, pasti ada yang melakukan, pasti ada yang membuat. Demikian juga bangunan. Gak mungkin tiba-tiba bangunan masjid raya kita ini tiba-tiba langsung ada begitu. Pasti ada yang membuatnya. Sedangkan tulisan dan bangunan itu adalah bagian dari alam ini, maka lebih utama lagi jika alam ini pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya sudah pasti tidak menyerupai alam itu sendiri dari satu segi ataupun dari segi yang lain. Jelas? مثال آخر أو يقول في نفسه، يعني ذكرنا كأن يقول الشخص المثال الأول، أو يقول في نفسه: أنا كنت بعد أن لم أكن. هل أنا كنت بعد أن لم أكن، يعني وجدت بعد أن لم أكن موجودا، ما كنت موجودا ثم وجدت، أليس كذلك؟ تقول كي يقول في نفسه: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون، لا بد له من مكون. فإذا أنا لا بد لي من مكون كونني، من خالق خلقني، موجود، يعني هذا الخالق هذا معناه. فإذا أنا لا بد لي من مكون كونني، موجود لا يشبه شيئا. وهكذا سائر أفراد العالم، سائر أجزاء العالم، سائر أفراد العالم لا بد لها من مكون كونها لا يشبهها بحال، وهو الله سبحانه وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of Him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on Him in humility. Place your trust in the one
دخلوا نارا عظيمة صاروا يأخذون من جيش الكفار ويدخلونهم إلى هذه النار، فيخرج الرفاعي سالما وقد ذاب الكافر في النار. Di antara karomah-karomah para pengikut Al-Imam Ar-Rifai, pernah suatu ketika musuh-musuh umat Islam datang kepada daerah di mana di situ Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan keluarganya tinggal. Mereka musuh-musuh Islam ingin menghabisi keluarga beliau. Seketika itu juga para pengikut Imam Ar-Rifai keluar dengan menunggangi singa-singa dan bersenjatakan ular-ular. Subhanallah, akhirnya mereka menyalakan api yang sangat besar, kemudian menarik tentara orang-orang kafir itu masuk ke dalam api, dan mereka keluar selamat dari api itu, sedangkan orang-orang kafir tadi meleleh mati. لماذا حصلت لهم هذه الكرامات وحصل لشيخهم الكرامات الكثيرة؟ لأنه استقام بطاعة الله، تعلم العلم أولا، تعلم علم التوحيد. الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الله لا يشبهنا ولا نحن نشبهه. الله لا يسكن السماوات ولا يقعد على العرش ولا يسكن الأرض سبحانه وتعالى، موجود بلا جهة. الجهة مخلوقة، الجهات الست فوق تحت يمين شمال أمام خلف. من خلقها؟ الله. الله كان موجودا قبلها، وبعد أن خلقها ما احتاج إليها، ما احتاج إلى سماوات، ما احتاج إلى أراضي، ما احتاج إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى ملائكة. إن الله غني عن العالمين. الله لا يحتاج إلى المكان، فهو لم يتغير بعد أن خلق الخلق، لم يتغير، هو على ما عليه كان. ما معنى هذه العبارة؟ الله موجود بلا مكان. هذه عقيدة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة كل الرسل، عقيدة كل الأنبياء، عقيدة كل الأولياء، ونحن عليها. لذلك الرفاعي، الإمام الرفاعي تعلمها وعلمها ونشرها بين أتباعه. إلى يومنا هذا نقول قول الرفاعي: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. تعلم العقيدة، تعلم الأحكام، طبق ذلك
وزاد على ذلك نوافل الطاعات، صار وليا حبيبا لله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. افعلوا مثله، اقتدوا به، هذا هو طريق الفلاح، طريق الجنة.